في الفيديو ده هقولك على خطوات مهمة هتعمليها، وفي آخر اليوم هتلاقي نفسك راضية جدا عن نفسك، وعندك إحساس حلو قوي إنك أنجزتي وإنك غير كل يوم. أهلا وسهلا بيك في قناتي، ولو أول مرة بتشرفوني ياريت فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة عشان تكونوا من عيلتي الكبيرة ويوصل لكم كل جديد. أول خطوة في الخطوات الستة اللي هتغير حياتك، لازم تحسين الظن بالله. تصحي الصبح كده متفائلة، حاسة ان يومك ان شاء الله هيبقى جميل وهتنجزي فيه، وهتعملي فيه حاجات كتيرة جدا ما كنتيش بتقدري تعمليها قبل كده. وزي ما قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. لازم نحسن الظن بالله دايما، ونعرف إن هو دايما مقدر لنا الخير. تاني حاجة، تحافظي على الصلاة. لازم تحافظي على الصلاة، وأهم صلاة في الصلوات، طبعا الصلوات كلها مهمة، لكن أهم صلاة الفجر. أنا يا جماعة مثلا عندي شغلي، أنا لما بصلي صلاة الفجر، أنا مش هقول لكم، مش عارفة هتصدقوني ولا لأ، لأن أنا شغلي أونلاين. بيجيلي اليوم اللي بصلي فيه صلاة الفجر لازم بيجيلي شغل، ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا جماعة على بركة صلاة الفجر هتلاقي اليوم ده فيه بركة غريبة، بركة في كل حاجة. لو عندك شغل، بركة في شغلك، بركة في ان انتي قادرة تعملي شغل البيت، بركة في كل حاجة في يومك. تمام، يبقى اول حاجة نحافظ على صلاة الفجر. هتلاقي كمان نفسك عندك طاقة غريبة، لو وظبتي كده كام يوم ورا بعض، والله صدقيني هتلاقيكي اتغيرتي للأحسن. كمان نحافظ تاني حاجة على صلاة الضحى. النبي عليه الصلاة والسلام قال تكفي 360 عن كل مفصل صدقة، عن كل مفصل في جسم الإنسان. تمام، يبقى صلاة برضو الضحى مهمة. طبعا احنا كده مفروض صحينا الفجر، فيستحسن ان انتي تنامي بدري. حاولي تنامي بدري على قد ما تقدري. في ناس بتكمل تفضل صاحية بعد صلاة الفجر، وفي ناس بترجع تنام لها ساعتين وتصحى. بس انتي لو نمتي بدري هتبدأي يومك من بعد ما شاء الله صلاة الفجر، يعني تقريبا من الساعة 4:30 5، هنقول 5 هتكوني صاحية وهتقدري تعملي كل حاجة، تذاكري مع أولادك، تخلصي صلواتك، تخلصي شغل البيت. هتلاقي عندك بركة ما كنتيش بتشوفيها قبل كده لو اتبعنا قلنا الخطوتين اللي قلناهم دول وصلاة الضحى. والرسول عليه الصلاة والسلام كمان قال لنا ايه؟ اللهم بارك لأمتي في بكورها. البكور يا جماعة ان انا اصحى بدري، اليوم فعلا بيبقى فيه بركة حلوة جدا، ولازم تعملي لك. احنا قلنا كده نصحى الصبح بدري، احنا كده وصلنا لنقطة 4. نقطة 5، اعملي لك ورد ثابت من سورة البقرة مثلا، لأن سورة البقرة يا جماعة فضائلها كتيرة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، أو إن يقربك شيطان. والشيطان طبعا بينفر من البيت اللي بتتلى فيه سورة البقرة. والورد ده يستحسن ان انت تعملي كمان فيه، تقولي أذكار الصباح والمساء يوميا. احنا عارفين فوائد يا جماعة الأذكار قد ايه، انها بتشرح الصدر وبتحسسك بطمأنينة غريبة برضو، وتلاقي نفسك هادية. تمام. سادس حاجة معانا قيام الليل. لو هتصلي بس ركعتين، لكن لازم تدايمي عليها، ركعتين، تصلي ركعتين قيام ليل، والشفع والوتر وانتي على السجادة كده في قيام الليل. احنا عارفين ان ربنا بيتنزل من السماوات العلى ويقول مين اللي عايز أعطيه جل وعلا. فتقولي كل أمنياتك وانتي قاعدة على السجادة بعد ما صلينا،
تمام. خلي اللي احنا ال6 خطوات دي حاولي تعمليها كل يوم، هتلاقي حياتك اتغيرت. سمي الله من النهاردة وادعي من قلبك وقولي يا رب عيني أصلي صلاة الفجر وأصلي الضحى وأقول أذكاري ووردي وأصلي قيام الليل. ادعي من قلبك، إن شاء الله ربنا هيعينك وهتلاقي فيكي قوة وجسمك قادر يشتغل شغل انت كنت بتتعبي قوي منه لما بتعمليه. هفكركم بنختم كده لما السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعبت من أعباء البيت، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها، أرشدها هي وزوجها علي بن أبي طالب، قال لهم سبحوا عند النوم 33 واحمدوا الله 33 وكبروا 34 فهو خير لكما من خادم. بنهي معاكم الفيديو ده بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام.